السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في خاطرة إيمانية جديدة. خروج الروح عند الظالم مش زي أي حد. المشهد مخيف لكنه عبرة. المشهد مخيف مش علشان فيه موت، لكن علشان فيه عدل. عدل ما بيرحمش وما بيتأجلش أكتر من كده. المشهد مخيف لكنه عبرة. بس المرعب أكتر إنك ممكن تكون أنت بطله وأنا ممكن أكون مكانه. لحظة، ثانية، مفيش بعدها رجوع. لحظة خروج الروح. بس مش أي روح، دي روح الظالم. واحد عاش فاكر إن القوة تحميه، وإن الفلوس تشفع له، وإن السكوت عن الحق مش هيتحاسب عليه. تخيل معايا اللحظة، الغرفة هادية والناس واقفة، بس اللي شايفه اللي بيموت محدش شايفه غيره. العين بتتفتح فجأة، والقلب بيخبط بسرعة مش طبيعية، والنفس بيتسحب كأنه بيتخلع. وفي اللحظة دي الظالم بيفتكر كل حاجة، الصوت اللي كتمه، والحق اللي أكله، والدمعة اللي نزلت بسببه. المشهد مخيف لأن مفيش توبة، ومفيش اعتذار، ومفيش هصلح. دي لحظة الحساب الأولى. واللي هيشوفه الظالم مش هيشوفه المؤمن ولا حتى العاصي العادي. ده مش موت، دي فضيحة العمر. اسمع للنهاية، مش علشان تخاف، لكن علشان تلحق قبل ما اللحظة تيجي وانت مش مستعد. وقبل ما نبدأ رحلتنا، حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. ولو قلبك دق مع الكلام ده، اكتب لي في التعليقات: اللهم توبة قبل الموت تحسن بها خاتمتنا. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الظلم لا ينتهي بالموت. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظالم ممكن يعيش سنين وهو فاكر إن ربنا نسيه، فاكر إن التأخير أمان، وإن الدنيا لو مشيت معاه يبقى هو صح. بس الحقيقة إن ربنا بيأجل، ما بيهملش. ووقت خروج الروح الملايكة بتفكروا بكل حاجة. الحقوق بتظهر، والمظالم بتتحول لأحمال تقيلة تشيل الروح قبل ما تطلع. ذكر عن قاض ظالم في القرن الثاني الهجري أنه لما حضرته الوفاة كان عمال يكرر: الأقلام الأقلام لسه بتكتب. وكان بيصرخ كل ما حد يجي يلقنه الشهادة، ومات ولسانه لا ينطق. في راجل كان بيستغل الناس في ديون ربوية، لما مرض أصبح يصرخ ليلا وبيقول: الدفاتر بتتفتح والحساب شغال. ومات وهو ينظر في الفراغ كأنه يرى شيئا. واللي عايز أقوله لحضرتك: لو ظلمت حد، حتى لو شايف إنك نسيت، اللحظة دي هتفكرك. الموت مش نهاية، ده بداية المواجهة. رد الحقوق وسامح قبل ما الحساب يبدأ وانت عاجز مكانك. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الملائكة عند الظالم ليست ملائكة رحمة. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزل عليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، أي قطع من النار. الملائكة دي مش بتيجي بهدوء ولا بكلمة طيبة، دي بتيجي بأمر وألم وصوت يخلع القلب. الروح تحاول تهرب، تستخبى، تلزق في الجسد، لكن مفيش مفر. دي لحظة انتزاع مش خروج، والفرق بينهم كبير. كان في راجل معروف بالبطش، فلما حضرته الوفاة كان يضرب نفسه ويقول: خففوا اللي جاي أقسى. ومات وهو بيعض على لسانه. في مسؤول فاسد كان قبل موته يقول: وشو السودة حواليا، ويرفض يقفل النور. وللأسف مات وهو بيصرخ بلا سبب. واللي عايز أقوله لحضرتك: اللي خوف الناس هتخاف روحه، واللي كسر غيره هيتكسر. لسه في فرصة قبل ما الملايكة تيجي، مش علشان تبشر. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي سوء الخاتمة اختيار مش صدفة.
قال الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. الخواتمة مش مفاجأة، دي نتيجة اللي عاش عمره يبرر الظلم. الخواتمة تفضحه، اللسان يتقفل والقلب يرتعب والنفس يطلع بالعافية، مش علشان ربنا ظالم، لكن علشان العدل كامل. كان في راجل بياكل أموال اليتامى، فلما مات وجدوا فمه معقودا كأنه مغلق بسلسلة، ولم تسمع منه شهادة. في تاجر ظلم شركائه، قبل موته قال: الميزان مقلوب، كله ضدي، وللأسف مات وهو بيبكي بلا صوت. واللي عايز أقوله لحضرتك: أنت اللي بتختار الخاتمة كل يوم، مش آخر يوم، يا إما سلام يا إما ندم أبدي. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. المشهد مخيف بس أصدق من أي كلام. الظالم ممكن يعيش مرفوع بس يموت مكسور، والعدل بيظهر أول ما الروح تبدأ تسيب الجسد. لو لسه قلبك بيدق يبقى ربنا بيديك فرصة. راجع نفسك، رد الحقوق، وسامح واطلب السماح. رسالة النهاردة علشان تفتكر قبل ما تفتكر متأخر. المشهد مخيف بس الأهم إنه صادق. وأخيرا أدعو الله: اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظالمين، ونعوذ بك يا رب أن نلقى الموت وحقوق العباد في أعناقنا. اللهم طهر قلوبنا من القسوة، وأعمالنا من البغي، وألسنتنا يا رب من الباطل. اللهم ارزقنا توبة صادقة قبل الموت، وشهادة خالصة عند الموت، واجعل يا رب خروج أرواحنا خروجا كريما برحمتك. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو كلامي لمس قلبك ورسالة النهاردة وصلتك اكتب لي في التعليقات: اللهم حسن خاتمتنا. وما تنساش تشارك الفيديو، يمكن رسالة النهاردة توصل لحد محتاج يسمعها. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.